وصفتنا النهاردة من وصفات الزمن الجميل وكمان بطريقة أمهاتنا من غير افتكاسات كتير. ريحة الرز المعمر دي هتفكرك بأكل ست الكل. وصفة مصرية أصيلة ما تتفوتش. وكمان لو أول مرة تعملي الرز المعمر أو مش بيظبط معاكي، شوفي الفيديو للآخر هيظبط معاكي والرز هيطلع معاكي مفلفل وكمان هيطلع معاكي بالوش الجميل اللي انت شايفاه ده. اعملي لايك للفيديو وشير عشان غيرك يستفاد، ونبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ ونسمي الله. اول حاجة انا هنا معايا الرز بتاعي غسلته كويس قوي. انا هنا مستخدمة 6 كوبايات رز المصري بتاعنا العادي. غسلته وصفيته. هجيب بقى الصينية بتاعتي. في خطوة مهمة هنا قوي لازم نشتغل عليها. اول ما تبدأي تغسلي الرز لازم تشغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 200. هنزل بقى بكمية الرز بتاعتي. حاولي كده تظبطي الرز بتاعك في الصينية عشان تشوفي حجم الصينية بتاعتك مكفية الرز ولا لأ. هنزل كمان بمعلقتين كبار ملح. هقلبهم بقى كويس قوي مع الرز. الخطوة دي اختياري بس بتنقل معاكي الرز في حتة تانية خالص. انا هنا كان عندي القشطة اللي هي وش اللبن بجمعها واحطها في الفريزر. هستخدم منها 4 معالق هغلف بيهم الرز كويس قوي. بتخليلك الرز طعمه في حتة تانية خالص، طعمه رهيب. هنزل كمان بمعلقتين كبار زيت. ايه فايدة الزيت؟ الزيت ده بيخليلك الرز فيه لمعة وبتخلي الرزاية مفلفلة معاكي. برضو هغلفهم كويس قوي. نبدأ بقى في أهم خطوة اللي هي كمية اللبن. أنا اللبن بتاعي لازم يكون سخن أو مغلي. هنزل ب4 كوبايات لبن وكوبايتين مية، برضو لازم تكون المية معاكي سخنة. يبقى كده احنا استخدمنا 6 كوبايات رز عليهم 4 كوبايات لبن وكوبايتين مية. ساوي بقى اللبن بتاعك وساوي الرز بتاعك، وحاولي تشوفي الملح بتاعك كده مظبوط ولا لأ. أنا كنت محتاجة كمان نص معلقة ملح. الفرن بتاعي شغال من اول ما بدأت احضر في الرز. هدخل الصينية على الرف اللي في النص. لو الفرن بتاعك بيشتغل من تحت بس شغليه لغاية ما يسخن وبعد كده طفيه. وبعد كده شغلي الشواية. اول ما ياخد الوش القمر بتاعك ده هتروحي طافية الشواية وسايبة من تحت بس. انا صينيه الرز بتاعتي زي ما انتم شايفين كده خدت الوش وكمان اتشربت. هطلعها بظهر معلقه صغيره. هحاول ان انا اعمل فتحات صغيره قوي. وهنزل عليها ب3 4 معالق سمنه فلاحي. السمنه الفلاحي بتنقل الرز في حته تانية. لو ما عندكيش سمنه فلاحي اشتغلي باللي موجود عندك. هنزل بقى بكميه السمنه اللي انا محتاجاها وهرجع الصينيه دي تاني في الفرن على الرف اللي في النص ومشغله الفرن من تحت بس على درجه حراره متوسطه. الرز بتاعي كده يتلدن ويشرب السمنه بتاعته حوالي بتاع ربع ساعه. وبعد كده هطلعه واقدمه. هتعملي احلى صينيه رز كلتيها في حياتك ومظبوطه، والرز هيطلع معاكي مفلفل واخد وش زي ما انت شايفه كده ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله جربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.